بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. كتير منا بيسمع جملة open mind. come on man، خليك open mind. او البت دي open minded اصلا، يعني في خلط كبير جدا، او في مش عارف جا منين الموضوع ده. لكن ايه هو الاوبن مايند؟ يعني ايه open minded person؟ اوكي، ترجمتها متفتح ذهنيا. يعني ايه برضه؟ هل متفتح اللي هو زي امريكا ونبقوا ماشيين مالت في الشارع والكلام ده؟ لا 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 خالص. مش عارف الموضوع ده جه منين، لكن الاوبن مايندد الحقيقي او المعنى الصحيح للاوبن مايند انك تبقى متفتح ذهنيا او عقلك متفتح. بس يعني ايه؟ مثلا عارفين الموت الرحيم، اللي هو ان الشخص يبقى مريض والدكاترة متأكدين وش ان هو هيموت، يقتلوه مثلا، سواء جرعة دواء زيادة، او يقتلوه بمسدس كده على ايه دي، مش عارف ده كده مش هيقتلوه مسدس، هيقتلوه بحاجات تانية، او بسكين، ايا كان نوع القتل، مش موضوعنا يعني. انت مع ام ضد الموضوع ده؟ 5 ثواني تفكير. ماشي، فلنفترض ان انت ضد الموضوع ده، فلنفترض ان انا مع الموضوع ده، فلنفترض اهدوا. ماشي، يعني ايه بقى اوبن مايند؟ يعني انا كشخص اوبن مايند لازم اجي مكانك، او اقول انا لو مكانه هكون رفضت الموضوع ده ليه، وتدي بتاع 20 سبب، 20 مبرر للشخص المختلف معاك في وجهة النظر. هو ده الاوبن مايند والله، ان انت تحط مبررات للشخص المعاكس ليك في وجهة النظر. ان انت مقتنع ان الحجاب ده فرض وش، طب اللي مش مقتنع ان هو فرض ليه؟ ايه مبرراته؟ ايه الدلائل بتاعته؟ وتحطها كلها قدامك، بحيث ان انت تقدر تتناقش معاه اسهل. بحيث انك مثلا تقول له انت مفكر كذا، فهي لا هي كذا، او ممكن يكون هو صح، او يكون مبرراته صح، او يكون انت ما فكرتش في الموضوع. اصل في حاجة كده عندنا، ان الشخص بيبقى مقتنع تماما 1,000,000% انا صح، مستحيل ابقى غلط. في علماء الفيزياء انت كده ما ينفعش، انت ما ينفعش تبقى عالم. العلماء ممكن يكسروا القوانين والقواعد كل يوم، يطلعوا بقانون جديد، ان مفيش حاجة ثابتة، كل دي فرائض او فرضيات انت بتحطها، وممكن يبقى كل ده غلط، ممكن يبقى كل تفكيرك غلط. على غرار ايجيكولوجي ممكن اكون انا مش قاعد معاك دلوقتي، ممكن مش انا اللي بتكلم اصلا، لا ده ملناش دعوه بيه خالص. الزمالك بيكسب بالحكام والاهلي بيكسب بالحكام، يا اخي شوف سبحان الله، الاتنين بيكسبوا بالحكام والاتنين بيخسروا بسبب الحكام، والاتنين مظلومين، والاتنين ما بيفهموش في الكوره، والاتنين انا كرهت الكوره بسبب الجمهور اهلي وزمالك. طب انا دخلت في الكوره وانا اصلا الموضوع ده انا نفسي اتكلم فيه من زمان، موضوع التعصب انا مش كرهت الكوره ان انا ما بقيتش بتفرج عليها، انا بقيت بتفرج عليها بس ما بتكلمش. حتى لو لقيت بوست، لقيت اعمل لايك مثلا بس. لكن الاهلي يخسر في النهائي وانتوا داخلين تزيتوا وفرحانين، مش فاهم المنطق يا جدعان والله. انا وحياة ربنا بكره الجمهور كله، اهلي زمالك برشلونة ريال كله. والصراحة مش عارف انا ايه اللي خلاني اطلع اتكلم عن الموضوع ده، لكن ممكن يبقى لينا قاعدة كده في مواضيع كتير عن حاجات كتير. رأيكم نسمي السلسلة دي
في اسم جه في دماغي دلوقتي، بس قشطة يعني الموضوع خلاص. هسميها We need to talk. We need to talk. جايز اكون انا جاي بغلط الصح اساسا، فانتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في الموضوع، وهل الكلام اللي انا قلته ده صح ولا غلط. وما تاخدوش الكلام وتسكتوا، وما تقبلوش الكلام من اي حد يقوله، دوروا عليه، جوجلت زي ما بيقولوا، سيرش. في الجامعات بره مثلا لما بيعملوا تقرير او بيجمعوا معلومات عن حاجة، بالنسبة لهم، بالنسبة للجامعات دي، ويكيبيديا مش موقع موثوق فيه. ويكيبيديا اي شخص بيقدر يخش يغير فيه ويكتب اللي على مزاجه. الفاوندر نفسه بتاع ويكيبيديا لما دور على نفسه في ويكيبيديا لقى ان هو مكتوب عنده كو فاوندر. فاوندر يعني مؤسس، وكو فاوندر يعني مساعد بتاعه او اللي تحته. المؤسس بتاع ويكيبيديا مكتوب ان هو كو فاوندر. ما تثقوش في اي حاجة ودوروا في حاجات كتير، وخليكوا open minded. يلا، سلام عليكم.